أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في مباراة مثيرة وكبيرة، وفي نهائي كان يشاهده الملايين. فكان الكثيرين يتوقعون فوز الفتى الصغير لامين يامال وزملائه في منتخب إسبانيا بالكاس، لكن خابت كل تلك التوقعات، فكان عمر اللاعب مجرد رقم. نعم أصدقائي، لقد وصل إلى 40 عاما، إلا أنه لم يتوقف في حصد الألقاب والإنجازات. إنه الرقم الواحد في العالم، الأسطورة كريستيانو رونالدو. وفي مباراة كان فيها المنافسة قوية بين المنتخب البرتغالي والإسباني، تقدم الإسبان، لكن سرعان ما عاد البرتغال بهدف التعادل ليعود الإسبان من جديد للتقدم. لكن الأسطورة صاحب 40 عام قال كلمته ليعود بمنتخب بلاده من جديد. نعم أصدقائي، لم يكن المنقذ لمنتخب البرتغال لاعب صغير في السن، بل هو هذا الأسطورة، وفي هذا العمر استطاع إنقاذ منتخب البرتغال والوصول إلى ركلات الترجيح، ومنها استطاع الفوز بالركلات الترجيحية بعد أن استطاع لاعب الهلال السعودي نيفيز في تسجيل الركلة الحاسمة، ليفرح رونالدو ويجهش بالبكاء بهذا الإنجاز ويرفع الكاس الغالية. نعم أصدقائي، العمر مجرد رقم، لقد أثبت ذلك أسطورة الكرة رونالدو.